ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنه وحضراتكم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب العالمين. معايا كام خبر كده، تعالى اقراه لكم ونعلق عليهم مع بعض. واول خبر معانا بيقول: الاهلي يؤكد استبعاد عمر كمال من مباراه امس بسبب وجود الام خفيفه للركبه بعد تعرضه الحادث. طبعا كلنا شفنا الحادثه بتاعت عمر كمال، بنقول له الف سلامه وتقوم لنا بالسلامه يا بطل. نيجي للخبر التاني. الخبر التاني: مارسيل كولر قرر إلغاء الراحة السلبية التي كان ينوي منحها للاعبين يوم الثلاث، وقرر خوض حصة تدريبية بشكل طبيعي. يعني كولر ده العقاب اللي بيعاقبه اللعيبة النهارده، فروق كان أجازة خلاهم يتمرنوا. كولر ده هرجع لك تاني، أنت ليك قاعدة لوحدك. الخبر الثالث: محمد رمضان. الخبر ده أنا مش قادر أفهمه. يعني محمد رمضان، هقرا لكم الخبر ونعلق عليه مع بعض الأول. بيقول لك ايه بقى: محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي لا يزال يواجه ازمات كبيره في ملف تجديد عقود اللاعبين. انت مش مدير كره، انت مالك انت ومال تجديد اللاعبين؟ مش المفروض ملف تجديد اللاعبين ده مع مدير التعاقدات؟ ولا احنا باش عندنا مدير تعاقدات اصلا؟ يعني بس حد يطلع يعلق يعني يفهمني يعني ايه محمد رمضان مسؤول عن تجديد اللاعبين. ماشي، يعني قال لك ايه بقى: اللاعبين قبل هم اللاعبين هم اللي ابلغوا محمد رمضان بان محمد هاني قام بتجديد عقده. ماشي، وتم الغاء بند المشاركات تماما من عقد محمد هاني. دلوقتي هي اللاعبين هي اللي بتبلغ مدير الكوره؟ ولا انا مش فاهم؟ أنا مش فاهم حاجه خالص. في حاجه غلط جوه اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي ده كان نظام وسيستم ماشيين عليه. كنا طول عمرنا عارفين مدير الكوره مدير كوره، مدير رياضي مدير رياضي، مدير تعاقدات مدير تعاقدات، اللاعيبه بتلعب في الملعب بس. لكن انا دلوقتي انا ما بقتش فاهم حاجه خالص في النادي الاهلي. نيجي بقى ايه؟ قال لك ايه بقى: الخبر الجاي ده هيزعل الناس شويه يعني. حتى الصفقة اللي كنا حاطين أملنا عليها راحت. قال لك إيه بقى: مدير نيس يتفق مع محمد عبد المنعم على غلق صفحة العودة للأهلي نهائيا، والتركيز مع الفريق في الفترة القادمة. يعني كمان مبقاش في محمد عبد المنعم. يعني انت لو كنت حاطط في تخيلك ان في مثل محمد عبد المنعم، مبقاش في محمد عبد المنعم خلاص. محمد عبد المنعم الحمد لله، يعني انا بقول الحمد لله للراجل مكمل مع نيس. مش هينفع حتى لو جه في العك اللي احنا بنعكه ده، مش هيعمل حاجه. بص بقى، خد بقى الضحك بقى اللي جاي ده بقى، في شويه ضحك جايين اهمت. قال لك ايه بقى: هناك محاولات مستمره داخل النادي الاهلي لاقناع مارسيل كولر المدير الفني من اجل ضم مصطفى العش. هو مش كان رأيه استشاري بس؟ مش كان كولر بقى؟ قال لك ايه بقى كولر؟ قال لك ايه: رفض ضم العش. رفض ضم العش. اللي انت رفضته ليه يا عم؟ قال لك ايه: عشان قصير القامه، قصير القامه. يقول لك ايه بقى: في رغبه شديده لاداره النادي الاهلي لقيد علي معلول مره اخرى في الفريق. هو انتوا مش ناويين هو انت بتفكروا لسه؟ يعني انت بتفكر ان هتأيد معلول؟ لا. والغريب ان ايه، كولر قال لك ايه: تم رفض كولر رافض انه يأيد علي معلول. يعني انا مش فاهم، انت عندك حد احسن من علي معلول في الملعب عشان ما تأيدوش؟